بعد ما دخلت فيلم يوم 13 وفي الحلقة دي هحكي لكم عن تجربتي مع الفيلم. فيلم يوم 13 أول فيلم سينمائي بتقنية الثري دي في مصر. يعني صراحة بعد ما دخلت الفيلم وخرجت مني عايزين في الحلقة دي نتكلم ونقيم الفيلم وهل الفيلم عجبني أو لأ، والفيلم كان حلو والتجربة دي تحت 3 دي كانت ممتعة ولا لأ. في الحلقة دي هنتكلم في كل الكلام ده، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ولو انتوا عايزين تشوفوا الجديد. يلا بينا. 13 هو اول فيلم بتقنية 3 دي في مصر، والفيلم بطولة كوكبة كبيرة من النجوم، يعني على ذكرهم احمد داوود واحمد زاهر وشريف منير ودينا الشربيني ومجدي كامل واروى جودة ونهال عنبر ومحمود عبد المغني وجمانة مراد. واغلب الاسماء اللي قلتها دي هم ضيوف شرف مش ابطال في الفيلم، يعني زي اروى جودة وزي نهال عنبر وزي احمد زاهر كان ظهور خاص، وباقي الابطال هم احمد داوود وشريف منير ودينا الشربيني. داخل فيلم يوم 13 كنت متحمس اشوف تجربة 3 دي لاول مرة في مصر عاملة ازاي وهل كانت ممتعة ولا لا. وحاجة اقسم معاكم الفيلم لجزئين، الجزء الاولاني هو الجزء الثاني لان في اختلاف بين الجزئين. الجزء الاولاني كان فيه واضح بيه الفيجوال افكس والمؤثرات البصريه اللي عاليه جدا، وهنا بتشوف الحاجه 3 دي ممتعه. في اول نصف الفيلم ده بتشوف الحاجات ممتعه، والحاجات ال 3 دي والحاجات الفيجوال افكس كان بصراحه عالي جدا في اول نصف الفيلم ده. صراحه تجربه ممتعه جدا بصريا، وعلى مستوى الكادرات بصراحه حاجه رائعه جدا، والمخرج كل الرؤيات او الكادرات والزوايا التصوير كانت جامده جدا، لوحات فنيه مرسومه في الفيلم. فيلم يوم 13 هو جنر الرعب، او بالنسبه لي يعني اول نص الاول في الفيلم بصراحه انا استمتعت جدا بالتفاصيل المعموله في الفيلم، الكادرات والممثلين اللي كانوا بصراحه كل ممثل بيمثل حلو في الفيلم ده. واللقطات الرعب في الفيلم ده الصراحه انا ما حسيتش، انا ما خفتش غير في لقطه او لقطتين يعني، بس ما حسيتش باقي يعني انه حاجه رعب او انا خفت في الفيلم، او يمكن عشان انا ممكن صعب ان انا اترعب يعني، فدي ممكن مشكله يعني. ممكن في ناس كتيره ممكن خافت من اللقطات، لكن انا الصراحه في الفيلم ما حسيتش ان في رعب، لا في اثاره وفي غموض، كان طابع الفيلم ده ماشي عليه. والفيلم تأليف واخراج وائل عبد الله. الفيلم بيقولوا ان هو مستوحى من احداث حقيقية. قصة الفيلم بتدور ان احمد داوود رجع من كندا بعد 25 سنة وراح القصر بتاعهم، واللي هو القصر ده مسكون وفيه بعض الارواح بتسكنه. وبنشوف هنا الفيلم بتبدأ احداثه في القصر، وايه بيوريك اسرار القصر ده واللي حصل فيه. والفيلم على مستوى القصة بتاعته حسيت يعني ان القصة يعني في حاجات ناقصه في القصه، في حاجات مش مفهومه، في حاجات مش مكتمله في القصه. يعني حسيت ان في شويه حاجات انا مش فاهمها في النهايه بتاعته، كانت اللي شفناها في اخر الفيلم دي. حسيت ان في حاجات ناقصه او حاجات استعجلوا فيها بسرعه، عملوها بسرعه. حسيت ان كنت لازم افهم شويه حاجات، او كان الفيلم يطول في شويه في التلت الاخير ده يعني افهم شويه حاجات وتفاصيل بتاعته على مستوى القصه ده. في حاجات مش واضحه، ده اللي بالنسبه لي كان مضايقني ان الفيلم في حاجات مفقوده، تحس كده مش مكتمل الجزء بتاع القصه بالظبط. جزئيه ال 3 دي الصراحه انا استمتعت جدا بالفيلم ك 3 دي، وصراحه اتمنى ان مش اول تجربه تتعمل 3 دي، نكمل بعد كده ونحسن ونشوف الحاجات اللي ما اتعملتش ونطور منيها ونبقى اكتر من كده يعني. لان في افلام كتير طلع 3 دي، مش لازم نكتفي بالفيلم ده. بصراحه كانت تجربه ممتعه جدا بالنسبه لي في النص الاول في الفيلم. الجزء الاول بيعرفك على القصه والاحداث والشخصيات مرتبطه ببعض عامله ازاي، والصراحه حسيت في الجزء الاول بالنسبه لي ان هو طور في الجزئيه دي. حسيت ببعض الملل في احداث الفيلم في الجزء الاول، حسيت يعني خد وقت طويل على ان هو يعرف ويمهد للقصه. الجزء الثاني، على ذكر الجزء الثاني، طبعا الجزء الثاني مختلف جدا عن الجزء الاولاني. بصراحه انا حسيت ان هو طول في الجزئيه اللي هو يعرفك التفاصيل الفيلم وما دخلناش في الموضوع على طول. حسيت بشويه ملل في احداث الفيلم خاصه في الجزء الاول. النص الثاني طبعا من الفيلم مختلف عن النص الاولاني. النص الثاني كان فيه كل حاجه الصراحه، كغموض وتشويق واثاره. الريتم بتاع الفيلم عالي جدا في النص الثاني. بعد الاستراحه على طول دخلنا في النص الثاني، الفيلم عالي واحداث بتاعته عالت جدا. والصراحه الريتم الاولاني كان محتاج كان يبقى اسرع من كده، لكن انا الصراحه استمتعت بالجزئيه النص الاولاني. كان فيه فيجوال افكس وكان حاجات مبهره جدا واخراج وكادرات هتستمتع بيه. الجزء الثاني طبعا بشوفنا القصه وان هي بيحاول انت تقفل قصتك، وبتشوف
احداث الفيلم ونتعرف ان القصر ده حصل يعني فيه، مش عايز احرق طبعا في الفيلم، طبعا حصل يعني ان هو جريمة قتل في القصر. بنتعرف ايه اللي حصل بالقصر، وبنشوف النهاية واللي حصل فيها والتويستاية الاخيرة في الفيلم اللي الصراحة انت هتمسك راسك انت من يعني هتعمل كده بالظبط حرفيا. انا عملت الحركة دي يعني صراحة. حتة التويستاية كانت اتعملت صح، وان انت بتتفاجئ باللي حصل، حاجة جامدة جدا. وبحب اشكر كل طاقم العمل والمخرج وائل عبد الله على الحاجة القوية جدا. والصراحة دي يعني انا بالنسبة لي طلعت مذهول في الاخر بصراحة. جزئية التمثيل في الفيلم ده الصراحة كل ممثل بالنسبة لي كان عامل الدور بتاعه حلو جدا. يعني احمد داوود بالنسبة لي كان عامل الدور بتاعه ممثل جامد جدا. يعني مش احمد داوود يعني من اكتر الناس بوتنشال عالي في مصر يعني كتمثيل، راجل جامد جدا في الدور بتاعه. وصراحة احمد زاهر انا ما عجبنيش، يعني حس كده احمد زاهر اللي هو بيظهر في كذا حاجة بنفس الشخصية بتاعته بنفس الكاركتر، حساس ان في تمثيل وفي رياكشنات وفي يعني في ندية كده في التمثيل. لا حسيت ان احمد زاهر اللي هو شفته في البرنس او شفته في حاجات كتير يعني شبيهة باللي بيعملها في الفيلم ده صراحة. وعشان ما اظلمش يعني احمد زاهر في الفيلم ده كان هو ظهور خاص، ما ظهرش كتير في الفيلم يعني في اغلب اخر الجزئية الاخيرة اللي هو ظهر في الفيلم. فعامة ممكن يعني حسيت ان هو ما مثلش، او حسيت ان هو لسه يعني نفس الشخصية بتاعته ما فيهاش تمثيل. ممكن لو حد اتفرج على الفيلم او دخلتوه يعني ممكن تختلفوا معايا في الرأي. يعني عامة يعني ده شايف ان هو ده رأيي. دينا الشربيني عجبتني تمثيلها في الفيلم ده، كانت رائعة جدا بصراحة. والتمثيل بتاعها حسيت ان في شغل معمول بالنسبة لها على الشخصية بتاعتها دي، وتون الصوت وكل الرياكشنات بتاعتها ورد فعل اللي بيحصل لها ده في حلقات الرعب بصراحة عجبتني جدا. الفنانة نسرين أمين بصراحة عجباني اختياراتها الفترة الأخيرة بالنسبة لي، والفيلم ده أثبت كده. يعني فيلم يوم 13 كان عجباني شخصيتها وكتمثيلها، واختياراتها الفترة الأخيرة كان في تنوع في الشخصيات، مش أي شخصية زي التانية، لا في اختلاف في الشخصيات، وعجباني جدا التنوع ده. عجبني شريف منير في الدور بتاعه ده وفي الشخصية بتاعته ده، اللي هو بيقوم بدور الدكتور الروحاني اللي بيجيبوه في القصر بيستعينوا بيه عشان يعرفوا القصر ده ملعون وايه الحاجات اللي بتحصل فيه ده. والدور الصراحه عجبني جدا وتمثيله كان ممتاز. والصراحه مش كل حاجه وردي في الفيلم الصراحه، ومش كل حاجه حلوه، لا في شويه سلبيات، ودي اللي هنجي لها دلوقتي. يعني على ذكر السلبيات بصراحه في شويه تفاصيل حسيتها مش مفهومه في الفيلم. يعني شخصيه احمد داوود والمرض اللي حصل له ده ان هو بيخلاه استدعى تحصل حاجه في الفيلم في اخر الفيلم. انت مش عايز احرق في التفاصيل يعني. في جزئيه مفقوده حسيتها، يعني حسيت الفيلم قفل دنيته بسرعه، وفي شويه تفاصيل حسيتها وقعت او مش مفهومه في اخر الفيلم. يعني حسيت انا ممكن لو حد دخل الفيلم هيعرف انا بتكلم في ايه. حسيت ان في شويه تفاصيل يعني مش ما توضحتش بشكل مباشر او توضحتش في اخر الفيلم بشكل مظبوط. حسيت ان انا ممكن في شويه حاجات مش مفهومه لسه برضو. يعني احمد داوود كان في الفيلم ده هل اللي حصل له يعني في حاجه، هو ان هو نسى اللي حصل معاه او كان بيحاول يخبي الموضوع ده؟ يعني اللي دخل الفيلم هيفهم انا بتكلم في حته ايه. هو كان مخبي من اول ولا هو كان ناسي بسبب المرض اللي بيحصل له ده؟ اللي هيدخل الفيلم هيفهم انا بتكلم في حته ايه الصراحه. يعني هل الجزئيه دي كان هم قاصدينها ان هو مش فاهم، او كان بيخبي عشان الموضوع ده يحصل في الاخر؟ وليه اشترك معاهم في الحته ان هو يعملوا حفله ويعيدوا المشهد ويعيدوا الحفله تاني يعني في الفيلم ده؟ اللي هيفهم يعني. طبعا الشخصيات بتاعتنا في 25 سنه، يعني الفيلم بيحكي بعد 25 سنه بيرجع احمد داوود للقصر بتاعه بيكتشف ان حصلت جريمه قتل من 25 سنه، وبيستعين بالشخصيات اللي ظهرت من 25 سنة في الحفلة، بيكلمهم وبييجوا بتشوفهم ان هم بيعيدوا الحفلة تاني عشان يعرفوا ايه اللي حصل في الحفلة دي بالتفاصيل. وبنشوف المكياج بتاع الشخصيات بتاعتنا دي، حسيت ان هم ما كبروش يعني في 25 سنة. حسيت نفس الملامح بالظبط، ان هم لا احلو اكتر الصراحة. يعني كل الشخصيات احمد زاهر واروى جودة ونهال عنبر وكل الطاقم العمل اللي في الفيلم، حسيت ان مفيش المكياج حسيت يعني مفيش اروى جودة، حسيت هي اللي كبرت بعد ال 25 سنه. لكن بعد 25 سنه هم حسيتهم زي ما هم بالظبط، مفيش باين عليهم الكبر او لا. التفصيله دي بصراحه ما عجبتنيش جدا، وكانت واضحه في الفيلم ده بالنسبه لي. يعني اللي هو جزئيه بسيطه جدا ما حسيتهاش. يعني المكياج ما كبرهمش يعني بعد 25 سنه زي ما هم، اللي هو ما عداش كأنه عدى عليهم يومين ثلاثه مش 25 سنه. الجزء الاول في الفيلم حسيت ان هو طول، وفي اخر الفيلم حسيت ان هو بيشتغل الاحداث بسرعه 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 وان هو عايز يقفل. انا حسيت لو كان ادى
القصة حجها في الجزء الاولاني وابتدينا الفيلم على نسق تصاعدي واحدة واحدة، ما حسيتش ان انت مبرر جدا يعني فكرة ان انت تطول في الجزء الاولاني بالكم ده. يعني حسيت فيه شويه ملل، وحسيت ان انت افورت شويه ان انت تدخل في القصه على طول وتدخلنا في الشخصيه ونعرف ايه احداث القصر واللي حصل في القصر ده. حسيت يعني التلت الاخير كان جامد جدا، وكان الريتم بتاعه عالي جدا، والصراحه يعني انت بحس في الجزء بعد الاستراحه على طول الفيلم حسيت ان هو ابتدى من هنا. يعني في الجزء الاولاني انا استمتعت بصريا بالفيلم بالقصر وبالحاجات اللي بتحصل له في القصر والبيبان اللي بتقفل وكل حاجه اللي بتحصل على الحيطه والطيران والتعابين وكل حاجه دي كنت مستمتع بيها في الجزء الاولاني. اوفرول تجربتي مع الفيلم الصراحه انا استمتعت بالفيلم. الفيلم حلو، ولو انت ما اتفرجتش على الفيلم انصحك تدخل الفيلم، هتستمتع بالتجربه البصريه الممتعه جدا دي. وتقييم الفيلم يوم 13 هو 8/10. تعمل لايك للفيديو لو عجبتك الحلقة، وتعمل لي سبسكرايب لو عايز تشوفني تاني. واخيرا سلام.